السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي يعفو عن الذنب وإن عظمت الذنوب قابل التوب لمن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب أشهد أن لا إله
أعجمي، لكنه مع كونه أعجميا ليس ممنوعا من الصرف، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، والاسم الأعجمي لكي يمنع من الصرف لا بد أن يكون زائدا على 3 أحرف. وكان لوط معاصرا لسيدنا إبراهيم، فهو ابن أخيه، فسيدنا إبراهيم عمه نسبا وصهرا. قال جل جلاله: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وخرج إبراهيم مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى بلاد الشام، وسكن إبراهيم بلاد الشام، ولكن لوطا سكن بلاد الأردن حاليا التي كان فيها قبيلة سدوم. وصل لوط إلى قومه قبيلة سدوم، وجدهم من أكثر الناس بالله، من أخبث الناس فعلا، من أقبح الناس سيرة، حيث ابتدعوا فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. قال الإمام القرطبي في تفسير سورة الأعراف: كيف عرف قوم لوط اللواط؟ من الذي جعلهم يخترعون اللواط؟ انظر إلى مدى تضحية إبليس بكل الخيم لكي يجر الناس إلى المعصية. تزين لهم الشيطان، إبليس نفسه تزين له، ودعا رجل منهم إلى نفسه، فلما فعل ذلك مع إبليس شاعت اللواط في قوم لوط وانتشرت. ولقد خاف نبيكم صلى الله عليه وسلم على أن تفعل الأمة ما فعل قوم لوط، فلقد روى ابن ماجه
لوط ما آمن رجل واحد به، بعثه الله إلى 4 قرى أو 6 قرى كان عددهم 4000 نسمة، ما آمن به ولا واحد إلا ابنتين. نبي يأتي يوم القيامة ومعه ابنتين. وجاءت الملائكة إلى سيدنا إبراهيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيس، في صورة هود عجل حنيس، في صورة الزاريات بعجل سمين، ولا تناقض بين الصورتين، فالعجل الحنيس هو العجل المشوي، والزاريات السمين يكون المعنى بعجل سمين المشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منه خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أرسلنا لكي نعذب قوم لوط لأنهم كفروا بالله. لكن إبراهيم كما وصفه ربه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال جل جلاله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، كان إبراهيم يقول للملائكة أتهلكون بلدة فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. فيها كذا، إلى أن قالوا له نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها. وخرجت الملائكة من عند إبراهيم وتوجهوا إلى قرية سدوم، وشاء ربك أن يبتلي قوم لوط. فنزل جبريل وميكائيل وإسرافيل على قوم لوط في صورة شبان حساب الوجوه. فلما وقفوا على البلدة قالوا لابنة سيدنا لوط هل في البلد من منزل؟ هل أحد عنده ضيافة؟ فقالت البنت لا تبرحوا مكانكم حتى آتيكم بأبي، فإن هؤلاء البلدة من أخبث بلاد الله. وذهبت البنت إلى أبيها وقالت يا أبي بالباب على باب البلدة قوم حساب الوجوه، اذهب إليهم حتى لا تفضح بهم. وذهب إليهم لوط وكان في حالة كرب وحزن وألم وقلق. لماذا؟ لأنه خاف على الضيوف من قومه، وعلم قوم لوط بوجود ضيوف عند لوط. اسمع الآية لتعلم مدى بشاعة هؤلاء القوم. قال جل جلاله وجاء أهل المدينة يستبشرون. انظر التعبير القرآني، مدى البشاعة التي حل عليها هؤلاء، حتى أنهم أعلنوا الفرح لأنهم عثروا على إنسان يفعلون معه الجريمة علانية بدون حياء. والتبجح في إعلان المنكر أشد من المنكر نفسه. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك على أن تتخذ الضيوف الذكران في بيتك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمة المعاصي أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قالت أم سلمة اسمع يا من تقول والمال. قالت أم سلمة أما فيهم أناس صالحون يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون
وأنا ابن قمعة، خذها وأنا ابن قمعة. فقال النبي له: أقمأك الله، أقمأك الله. فانصرف الرجل سعيدا بعدما انتصر المشركون في معركة أحد، وكانت له حديقة فيها تيوس فوق قمة الجبل العالي. صعد عبد الله بن قمعة، صعد عبد الله بن قمعة ليضع الطعام للتيوس فوق الجبل، ودخل عليهم الحظيرة، فجاء تيس فنطحه نطحة أوقعه من أعلى الجبل إلى أسفل، فنزل ميتا في الحال. قال العلماء: لم يسلط الله عليه ملكا، وإنما سلط الله عليه تيسا لهوانه على الله ولعظمة قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. لست وحدك أيها المسلمون، وإن كان بدأ زواج المثلين يلوح في الأفق وتبدأ في بعض البلاد العربية زواج المثلين، فكان لزاما أن أبين لحضراتكم حكم جريمة اللواط. اتفق الفقهاء على أن من فعلها يقتل، ولكن الخلاف في كيفية القتل. فكان أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الله بن الزبير يرون أن من فعل مثل قوم نوح يحرق بالنار. فلقد ذكر القرطبي أن رجلا يسمى الفجاء فعل قوم لوط في عهد أبي بكر، فأرسل الوالي: إننا عندنا رجل يفعل مثل قوم نوح. فقال أبو بكر: علي به. فجيء به فاستشار أصحابه: ماذا نفعل به؟ فقال علي: ما فعلت أمة إلا قوم لوط، وإن الله عذبهم بحجارة ثم أتبعهم بحجارة من سجيل. أرى أن يرمى من أعلى جبل ثم يرمى بعدما يرمى بحجارة، يعني نلقيه من فوق الجبل ثم نرميه بحجارة. وقال بعض العلماء: يرجم كما يرجم الزاني. وقال بعض العلماء: يهدم ويهدم عليه جدار. المهم أن العلماء اتفقوا على أن من يفعل فعل قوم لوط فإن السلطان والحاكم يقيم عليه الحد، والحد هنا هو أن يقتل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. والعلماء يقولون إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فلا بد أن يقام الحد على هؤلاء الشواذ الذين انحرفوا عن فطرة الله جل جلاله. ولا أطيل على حضراتكم، فإني عندي امتحان الساعة 7:30 في كلية الشريعة والقانون بطنطا، فأستأذن حضراتكم اليوم في عدم الإطالة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الكلام وأفشوا السلام وأطعموا الأيتام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، واستغفروا الله إنه تواب رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم
فلما يئس الله من هداية قوم لوط أرسل الله عليهم جبريل فقص القشرة الأرضية بالقص، القطعة الأرضية اللي هم كانوا عايشين تحتها 5 قرى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قص سيدنا جبريل القشرة الأرضية بآلة تشبه المقص، ثم صعد بها جبريل على ريشة من جناحه، ولجبريل 600 جناح. إذا كانت هذه قدرة جبريل فما بالك بقدرة الله. على ريشة من جناحه وصعد بهم إلى السماء الدنيا حتى سمعت ملائكة السماء صياح الديكة ونهيق الحمار ونباح الكلاب، ثم ألقاها جبريل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل هو الطين الصلب القوي المنضود المتتابع يتبع بعضه بعضا مسومة عند ربك، مكتوب على كل حجارة هذه حجارة فلان يموت بها فلان تنزل على فلان. ثم ختم الله الآية بآية مرعبة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا محمد كل من يفعل هذا الفعل، كل من يفعل هذا الذنب فإن العقاب ليس منه ببعيد. فإن الإمام القرطبي ذكر في تفسير هذه الآية آية سورة هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان كذلك فارتقبوا عذابا مثل عذاب قوم لوط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هي من الظالمين ببعيد. كل اللي هيعمل عمل قوم لوط عذاب قوم لوط ليس منه ببعيد. كل من يفعل فعل قوم لوط فإن عذاب قوم لوط ليس منه ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الآية تصيب المسلمين بالفزع والخوف والهلع من أن يحل بهم عقاب الله سبحانه وتعالى إذا تعدينا حدوده، إذا تعدينا شرعه، إذا تعدينا حدود الله التي أمر الله أن تكون قام. فالله يقول على لسان النبي أقيموا الحد على القوي والضعيف ولا تأخذكم في الله لومة لائم. بقي هناك سؤال: إذا كان رجال قوم لوط فعلوا اللواط فما ذنب النساء؟ ما ذنب النساء أن يعذبوا مع الرجال؟ أجاب العلماء على ذلك بجوابين. الجواب الأول: اكتفى الرجال بالرجال وهذا ما يسمى باللواط، واكتفى النساء بالنساء وهذا ما يسمى بالسحاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سحاق النساء بينهن زنا. كنا نخشى
أما باقي الحيوانات فقد خلقها الله بالفطرة، يعلمون الفطرة التي خلقهم الله عليها. السبب الثاني لعذاب النساء أن النساء أحدثوا نوعا من الشرك يسمى شرك المحبة، شرك الموالاة. النساء رضوا بذلك، أحبوا ذلك، والوا الرجال أحبوهم على عداوة نور. وشرك المحبة هذا يعاقب لأنهم رضوا وعادوا بذلك. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء النساء أحدثوا شرك المحبة، رضوا بالواقع، رضوا بعداوة نور، صرحوا مع الرجال على ذلك فحق عليهم عقاب ربنا وضربهم الله مثلا للعالمين. وأراد ربك كأن ربنا عارف إن قوم لوط حينتشر في البلاد العربية، خلاها مثلا. قال سبحانه في الصفات وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنهم لتمرون عليهم مصبحين ولليل أفلا تعقلون. لأن مكان قوم لوط لما رماهم جبريل من فوق إلى أعلى أحدثوا تجويف. هذا التجويف هو البحر الميت الموجود الآن في الأردن. البحر الميت وانت بتمر من عليه ربنا بيقول لك خلي بالكم وانت ماشي بالليل وانت ماشي بالنهار تذكر ان نحوبك كان جماعة قوم لوط، كانوا 4000 نسمة تحدوا شرع الله وتحايلوا على شرع الله فكسبهم الله في هذا المكان وخلق منه البحر الميت الذي لا ينتفع بمائه. قال العلماء لما عمت بصائرهم أعمى الله أبصارهم،
الصلاة